السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. وحشين جدا. النهارده ان شاء الله معانا الدرس الاول والثاني كلمات. خلي بالك سعادتك من حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا الحصه اللي فاتت نزلنا الدرس الاول والثاني جرامر اللي هو الماضي البسيط، هسيبه لك فوق دلوقتي وتحت اول تعليق. اما النهارده هناخد الكلمات وبعد كده انزل لك ان شاء الله الجزء الثاني من القواعد، يعني اللي هو الماضي المستمر. اصحى بقى معايا وركز معانا. بقول لك ايه، خلاص يلا بينا دلوقتي نشرح الكلمات. وقبل ما نشرح يا شباب يا ريت تفاعل في الحلقه، خلي الحصه تنتشر يعني والناس كلها تستفيد، اهم حاجه. يلا بينا دلوقتي نبدا مع بعض شرح الكلمات. يلا بينا نيجي دلوقتي يا ابطال مع بعض نصلي على النبي يا شباب. النهارده معانا كلمات الدرس الاول والثاني، وطبعا بنشكر المذكره الممتازه جدا اللي هي انجلش لافرز. المذكره يا شباب قبل الكتب الخارجيه ما تنزل، للامانه احنا اشتغلنا بيها مع طلاب الابلكيشن، فقلنا النهارده الدرس الاول والثاني ده هشرحه زي ما شرحناه مع طلاب الابلكيشن، بحيث الناس بتوع اليوتيوب يستفيدوا برضه. فانا بشكر جدا المذكره دي والقائمين عليها لانها للامانه ممتازه. خلاص طيب، واتعمدت النهارده اجيبها والله لان احنا يعني استفدنا منها في الحصه الاولى مع طلاب الابلكيشن، فعشان كده هشرح لك الدرس زي ما شرحته طلاب الابلكيشن. وطبعا هتاخد دلوقتي كل حاجه ان شاء الله. اولا رابط التليجرام تحت اول تعليق، روح انضم للجروب ده مجاني، الناس كلها بننزل عليه بقى ايه كل حاجه، مثلا مواعيد، مثلا حصه هتنزل على اليوتيوب، افكار مهمه في القواعد مثلا او في الكلمات، الحاجات دي كلها. حتى في المراجعات النهائيه هننزل برده ملخصات، هننزل حاجات كتير، هننزل برده خصومات للناس اللي جايه معانا. كل حاجه بتنزل على جروب التليجرام العام ده يا شباب. طيب نصلي على النبي نركز، يلا بينا يا شباب. اول كلمه يا مستر كلمه اسمها civilization، او انت انطقها زي ما انت عايز تنطقها الصراحه، بس هي civilization النطق المنتشر يعني حلو قوي. يبقى civilization اللي هي الحضاره، ممكن تنطقها نطق تاني او تسمعها نطق تاني غير كده، ولكن يعني عادي يعني كده هنفهم ان هي حضاره والله. يبقى civilization معناها الحضاره. هنتكلم دلوقتي عن حضاره وهنفهم دلوقتي. كروس رودز اللي هو ملتقى الطرق، كروس رودز ملتقى الطرق ده يا شباب بيكون طريق او يعني مكان بيجمع ما بين طريقين اتنين، يعني الطريق ده والطريق ده بيتقابلوا هنا. الطريق ده اسمه او المكان ده يعني اسمه كروس رودز، ملتقى الطرق. عندنا كلمه اسمها هيريتج اللي هو التراث، هيريتج، وهنقرأ دلوقتي مع بعض نفهم يعني ايه الكلام ده، والحته دي مهمه يا شباب يعني وانا بقرأ التعريفات مهمه. طيب ميرشنت الشخص التاجر، هنعرف ان هو بيشتري وبيبيع بضائع. عندنا مونيمنتس اللي هي الاثار او المعالم، مونيمنتس اثار معالم زي الاهرامات كده، وهنقرا دلوقتي عن الحوارات دي كلها، ولازم نقرا بالانجلش يا شباب للامانه يعني. نيبرهود حي سكني. تريد تجاره، تريد تجاره او يتاجر عادي، يعني ممكن اقول ان انا تاجرت اجيب تريد في الماضي بقى، او اقول ان دي تجاره اسمها تجاره، تريد برضه عادي، تمشي فعل وتمشي اسم يعني. هنيجي دلوقتي على التعريفات ودي مهمه جدا للامانه يا شباب، يعني عشان بس هبين لك حاجات كده فيها عشان اجيب لك في الامتحان يعني التعريف ده بالظبط تعريف ايه، هبين لك كل حاجه ما تقلقش. اول كلمه كلمه civilization اللي هي الحضاره يعني، دي يا شباب great and lasting achievements of a society. يعني الكلام ده يا مستر يعني يا شباب انجازات، lasting يعني مستمره، وجريت يعني عظيمه. ففي الامتحان لو قال لك يا ابني ان الانجازات دي عظيمه، انا دلوقتي بتكلم على السيفيلايزيشن الحضاره، يبقى اي انجاز مستمر وعظيم انا هنا بتكلم في تعريف بتاع الحضاره، يبقى انت تعلمها في الامتحان بالحته دي، ده المفتاح يا شباب يعني بتاع الجمله. lasting achievements انجازات مستمره وعظيمه جريت لاي مجتمع، ده اسمها civilization. دي في الامتحان على درجه، يعني تعريف مهم جدا في الامتحان يا شباب. بعد كده كروس رودز ملتقى الطرق، المستر اصلا رسمه لي دلوقتي. الطريق يا شباب اللي هو بيجمع ما بين، او يعني الحته اللي بتجمع، مكان بيجمع ما بين طريقين اتنين. هنا بيقول لك a place where two roads meet، طريقين اتنين بيتقابلوا يا مستر ويتقاطعوا مع بعضهم البعض في النقطه دي زي ما انا رسمتها لك كده بالظبط. هنا ده طريق وده طريق، ده اسمه كروس رودز. شكرا. heritage اللي هو التراث يا شباب، heritage التراث. history traditions and values passed down، حاجات متوارثه زي التاريخ والتقاليد والقيم، ده اسمه التراث. في حد امبارح مع طلاب الابلكيشن سالني سؤال حلو قوي، قال لي يا مستر يعني ايه تراديشنز؟ وعلى فكره هنحلها مع بعض الحصه اللي جايه، اللي هو كان فيه اختياري كده، قال لي الحاجه دي تراديشن ولا هابت؟ خلي بالك ان هابت دي معناها عاده برضه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ تراديشنز يا شباب دي معناها عادات او تقاليد يعني خاصه بمجموعه من الناس بتكون مشتركه فيها، ممكن تكون بقى عادات يعني ثقافيه اجتماعيه دينيه، زي مثلا يا شباب على سبيل المثال في الحته الاجتماعيه، زي مثلا الناس اللي بيلبسوا ابيض في الافراح ويلبسوا اسود في العزاء ولا حاجه، فدي اسمها تراديشنز يعني عادات يعني او تراديشن يعني. اشمعنى؟ لان هم الناس كتير مشتركه في الحته دي اسمها تراديشن. طيب امال يا مستر هابت بقى؟ هابت دي يا شباب بتكون خاصه بواحد بس، يعني مثلا واحد بيصحى الصبح يشرب قهوه، ده عادته هو كده، دي اسمها هابت، دي عادته يعني بتكون خاصه بواحد بس الهابت دي.
ممكن يكون كذا حد مشترك فيها، بس انا بتكلم ان هو مش كتير، مش زي مثلا التراديشنز. يبقى الهابت عاده خاصه بحد، زي شرب القهوه مثلا، زي جريو، زي بيلعب رياضه كلهم، زي المستر دلوقتي الحمد لله يعني بقى بيلعب رياضه كلهم وبتاع، فتمام ماشي. فده الهابت، دي العاده خلاص. فدي عاده، او يعني دي تقريبا الفرق واضح كده بالنسبه لك بالنسبه للتراديشنز وبالنسبه للهابت. والسؤال كان بيقول لي الناس كانت بتلبس ابيض، او الناس كلها بيلبسوا ابيض، ده من ضمن ايه؟ التراديشنز، من ضمن العادات او التقاليد يعني. طيب بعد كده شايف كلمه اسمها ميرشنت، التاجر. التاجر ده يا مستر هو الشخص اللي بايز اند سيلز جودز، بيبيع ويشتري بضائع. ونلاحظ ان كلمه جودز يا شباب اخرها اس، غير الكلمه دي في الامتحان. كلمه جود يكتبها لك في الامتحان، فانت تروح تاخدها على اساس انها بضائع. يا ابني جود دي معناها جيد يا شباب، احنا عارفين دي ادجكتيف، دي صفه. اما جودز لا، دي اللي معناها بضائع. يعني احنا كلمه جود اللي معناها جيد لو حطينا لها اس كده كده تبقى معناها بضائع. طب بتيجي ازاي يا مستر؟ بتيجي في الترجمه يا شباب، بتيجي في الترجمه، بيكتب لك جود تحتها جودز، تحتها جود، تحتها جودز مثلا. اي حاجه فيها جود والراجل فوق عايز كلمه بضائع غلط، شيلها على طول. هي مش اسمها جود، اسمها جودز، فيها اس، تفرق. بعد كده ابطال كلمه اسمها مونيمنت. ركز عشان تحل معايا دلوقتي على الحاجات دي. important historical buildings or structures، يعني بيقول لك ان دي مباني تاريخيه مهمه. مونيمنت زي الاهرامات، زي ما قلت لك علمها دايما ان دي الاهرامات يا شباب. neighborhood حي سكني، دي الاريا of a town or city، دي منطقه من المدينه او مدينه يعني بلده صغيره. وخلي بالك دايما بيقول لك ان المكان ده بيلعب فيه الاطفال مع بعض. my neighbors الجيران بتوعي قاعدين في نفس النيبرهود، اي حاجه بالمعنى ده اعرف ان هو بيتكلم عن نيبرهود الحي السكني. طيب كلمه تريد يا مستر معناها تجاره او يتاجر، عرفنا ان هي سيلينج البيع يعني، exchanging يعني بيبدل goods البضائع within a country جوه الدوله or between countries او ما بين الدول. ايه ده يا مستر؟ ده تجاره دي ولا ايه؟ تريد. حلو قوي. تعالى كده حل معايا السبع جمل دول. ايه ده المستر مدلعنا، ده هيحل معايا دلوقتي على الكلمات الاساسيه دي ولسه هنشرح الباقي. ايوه ركز بقى معايا. السؤال الاول helps countries exchange goods ideas and culture. ايه ده يا مستر؟ ايه اللي بيساعد الدول ان هم يبدلوا البضائع والافكار والثقافه؟ حلها تحت كده. اول تعليق بجد والله. art monument neighborhood trade. شكرا. trade طبعا. The Egyptian is famous for its pyramids and temples. Egyptian ايه يا شباب؟ ايه المصري اللي هو مشهور بالاهرامات بتاعته والمعابد بتاعته؟ يا ترى ايه ده؟ التجاره، الحضاره، التاجر، الحي. civilization مستر. The Egyptian civilization الحضارة المصرية. The old mosque stands at the كذا of three villages. يعني بيقول لك ان المسجد القديم، عايز اقول بقى ان هو بيلتقوا او يعني موجود في المكان الفلاني اللي هو يعني في ملتقى الطرق. كلمة اسمها كروس رودز يا شباب. Our كذا includes music, art, stories and traditional customs. في عادات بقى مستر ومزيكا بقى وقصص تقليدية. أنا بتكلم على إيه؟ كده بتكلم على التراث. Our heritage. الأسئلة دي حلوة يا شباب على فكرة على الكلام اللي فوق ده. Kids played football in the streets of the كذا. العيال يا شباب الصغيرة بيلعبوا كورة في إيه؟ يعني بيلعبوا فين في الشوارع بتاعت إيه؟ التجارة ولا الحي ولا الميرشنت ولا الهيريتج؟ صباح الكون يا مستر نيبرهود. أشكرك. The pyramids are the most famous in Egypt. البيراميدز الأهرامات يا شباب واحدة من أشهر إيه في مصر؟ crossroads, merchants, neighborhoods, monuments. مثلا أصلا هو بيشرح قال لي إن المونيمنتس يعني معالم أثرية زي الأهرامات، فعلمنا بالأهرامات، ده المفتاح يا شباب. 7 إذا كذا sold fruits and vegetables in the busy market. مين اللي بيبيع يا شباب ويشتري خضروات وكلام كتير زي كده؟ merchant. كده خدنا الكلمات الأساسية معايا في الدرس الاول. الاساسيه اصحى، ده في تاني في اكسترا فوكاب، يعني في كلمات دلوقتي اضافيه هناخدها مع بعض. ما تصحى معايا يا ابني، يلا بينا دلوقتي نشرح الكلمات اللي باقيه ونحل برضه نطبق عليها. هطلعك من الحصه دي حافظ الدرس الاول والتاني. يلا بينا نيجي دلوقتي يا ابطال على الكلمات الاضافيه، ولسه في نص هنقراه. النص لو ما اتقراش بتاع الدرس الاول والتاني تحديدا اشتغال على طول، تعرف ان دي اشتغال، لازم الدرس الاول والتاني يتقرا كنص يا شباب، لانه ممكن يجي منه مقال، ممكن يجي منه مثلا قطعه فهم، ممكن يجي منه كذا حاجه. فالنص الاول هشرحه لك، يعني انا كده كده هشرحه لك خلاص، بس هقرا الاول الكلمات افهمها لك، والكلمات دي هنشوفها مع بعض في النص. فاللي هو انت الدنيا مربوطه ببعض والكلمات هتتكرر تاني، فالدنيا رايقه قوي. خلاص بص بقى، اول كلمه ابطال كلمه اسمها ancestors. يعني ancestor بقى ان شاء الله اجداد يا شباب، اجدادنا ancestors. archaeologist عالم الاثار. archaeologist ده بقى الشخص اللي هو ايه، بيروح يستكشف بقى المقابر وحاجات زي كده بتاعت مثلا من الاثار، يعني الحاجات الاثريه يا شباب. art فن. شكرا. awareness اللي هو الوعي نفسه.
anxiety القلق. balance يوازن او توازن، تمشي فعل او اسم يا شباب. يعني balance معناها توازن. طيب balance يوازن، ايه ده الاثنين صح عادي مش مشكله. بيد هنا مهم بقى الفعل يا شباب، الفعل ده مهم قوي السنه دي معانا لان احنا هنشوفه دلوقتي في النص، اول سطر في النص. بيد معناه يا شباب ينبض او يخفق على فكره، فبس هنا هناخدها بمعنى ينبض. هقول لك مصر دي بقى ايه، دي بقى ايه القلب اللي هو بينبض، يبقى اللي هو بيتنج يعني، هنشوفها دلوقتي. فكلمه بيت هنا معناها ينبض، الماضي منها بيت والتصريف الثالث بيتن. دي في الامتحان، دي في الامتحان وش السنه دي الكلمه دي. بيوتي يعني جمال، وهيجي لك بالمعنى ده ينبض مش معنى تاني. بريدج كوبري او جسر او صله. كيرف ينحت، ويجي مع حرف جر انتو يا شباب. كيرف انتو معناه ينحت او ينحت، يعني هنعرف دلوقتي مين اللي بينحت ده يا مستر. طيب سنتر مركز، تشالنج تحدي، سيتيزن مواطن، كارج شجاعه، كالتشر ثقافه ده اسم، determination الاصرار او العزيمه بتاعت المصريين، وهنقرا دلوقتي عن النص بتاعنا يا شباب ونشوف اجدادنا عملوا لنا ايه. economy اقتصاد، exchange يتبادل، flood فيضان، ويجي بمعنى يفيض عادي. ممكن اقول لك ان النيل flooded، يعني ايه بقى ان شاء الله فاض، اذا بتيجي فعل عادي. gather يعني يجمع، gather يجمع، ودايما يقول لك العيال بيجمعوا مثلا اي حاجه من الارض، يبقى gather يجمع. generation جيل، واختصروا يا شباب كلمه اسمها جين. خدنا بقى الناس الطلاب بقى اللي معانا في ثالثه اعدادي بقى واولى اعدادي ثانيه اعدادي، الصراحه اجيال الكلمه دي منتشره كتير، بس طبعا احنا مش بندي يعني اولى وثانيه اعدادي، بندي ثالثه بس دلوقتي السنه دي للامانه، يعني عشان لو انت ليك اخ ولا حاجه كلمنا قبل كده او ولي امر يعني، لا احنا مش بندي اولى وثانيه والله خالص على الابلكيشن، بندي ثالثه اعدادي اولى ثانوي وثانيه ثانوي. جودز بضائع يا مستر، جفرمنت حكومه، جرين حبوب او غله او قمح. هارموني انسجام، وبيجي قبلها حرف جر ان هارموني بانسجام. هنقرا دلوقتي الحته دي عشان يبين لك بس يعني ايه بانسجام، هنقرا كل حاجه دلوقتي. هارت يعني قلب يا شباب، خلي بالك من حروفها كويس جدا. هيروغليفز اللغه الهيروغليفيه، هيروغليفز. هيستوريان الشخص نفسه المؤرخ اللي بيكتب بقى. هيستوريكال تاريخي، هيستوري تاريخ نفسه. هوملاند وطن او ارض الوطن. اونر يكرم او يشرف. هوست مذيع او مضيف. identity هوية. inspiration إلهام. inspire يلهم. knowledge معرفة. بعد كده lack يعني نقص. بعد كده learning التعلم. library المكتبة. mathematics الرياضيات، وخلي بالك من حاجة، المصريين القدماء وما بيبنوا الأهرامات استعانوا بالماثماتكس بالرياضيات. إذا ازاي يا مستر؟ إن شاء الله الهندسة والحوارات دي كلها، فتكون عارف اللي هم بنوا الأهرامات اعتمادا على الماثماتكس الرياضيات يعني. دي معلومه يا مستر ما كنتش عارفها. وانت بتحل بقى هتلاقي حاجه زي كده، وانت بتحل في الكتب بقى الخارجيه لما تنزل ان شاء الله لو عشنا يعني هتلاقي الكلام ده، او ممكن هتلاقيه وما تلاقيش، لا بس انا شفتها في المذكرات اللي مش كتب خارجيه، شفت السؤال ده، فتكون عارف ان هم معتمدين على الماثماتكس. قشطه. ميديسن الطب. مودرن حديث معاصر. ميوزيوم. نيشن. بيبايرس اللي هو ورق البرد، كانوا بيستخدموه في الكتابه زمان يا شباب. pollution التلوث، وخلي بالك مش population اللي هو عدد السكان، لا اللي هي دي يا شباب population، لا اصحى ده عدد السكان، اما pollution التلوث. بتقول كده لا يا مستر عشان ساعتك هتشوفها في الترجمه وهتدعي لي وانت بتحل ان شاء الله، ممكن ما تلاقيهاش في الكتب الخارجيه، ممكن تلاقيها في الامتحان. قشطه، خلي بالك بس من الحاجات دي. بعد كده preservation اللي هو حفظ او صون. الفعل بقى منه يا شباب اسمه preserve يعني يحفظ او يصون. pride فخر، طبعا الصفه منه proud وبيجي معاه of و to على فكره. كلمه proud دي يا شباب proud of خدناها في ثالثه اعدادي اللي هو فخور بيه، بس بيجي بعده اسم. خلي بالك من حاجه بقى معانا السنه دي في proud to بيجي بعده مصدر. بجد والله يا مستر اقول لك مثلا I am proud of محمد صلاح، فخور بمحمد صلاح عادي. I am proud to tell you كذا، انا فخور ان انا اقول لك حاجه معينه يا محمد صلاح مثلا يعني. عادي خالص، يبقى to المصدر و of اسم. بعد كده profession مهنه. progress تقدم او يتقدم. reconnect يعيد الاتصال. record هنا معناه يسجل. record تسجيل، تمام، ده النطق ما بين الاثنين يعني. الفعل record، الاسم ريكورد. اقول لك على حاجه اقولها ريكورد همشيها الاثنين معايا، يسجل او تسجيل عادي مش هتفرق معانا، احنا من مصر يا مستر الصراحه خلاص، فعادي يعني مشيها دي او دي عادي، انا معاك قشطه. مش مفكك انت من الفهم الستريس على يشوفك من الكلام ده، عايزين 30 درجه ولا عايزين الدرجه النهائيه يعني، فاهم.
require يتطلب، restore يرمم، restoring الترميم نفسه، rise يرتفع. وهنشرح دلوقتي الفرق ما بين 3 كلمات مهمين، 4 كلمات الصراحة مهمين جدا عشان هنتكلم فيها دلوقتي. sacrifice تضحية، sense إحساس، share يشارك، site موقع غالبا تاريخي يا شباب، بيجي مع حاجة تاريخية، source مصدر، spices توابل، summary temple traffic، understand wall writing. اشكرك يا مستر. تعالى بقى معايا كده، لان انا كنت شارح مع طلاب الابلكيشن الكلام ده، يمسح مستر الحوار ده كله كده وشرحه تاني مع طلاب اليوتيوب، لازم برضه يستفيدوا انا الاثنين. بص سعادتك، عندنا يا شباب 4 افعال، ارخم 4 افعال في اللغه الانجليزيه. عندي فعل اسمه ريز، عندي رايز، اراوز، ارايز. اصحى بقى معايا. كلمه رايز او سوري يا شباب، الاول نبدا بريز. التصريفات مهمه لازم تكون عارفها. ريز اللي هو ليه 4 معاني، يرفع، يزيد، يربي، يجمع. ده التصريف الثاني منه ريزد، والتصريف الثالث ريزد. بتحط ايدي تاني بقى. ريز معناها يرفع، يزيد، يربي، يجمع. يرفع، يزيد، يربي، يجمع. الماضي منه بحط ايدي لان ده منتظم. كده عرفنا كام معلومه؟ 2. عرفنا المعاني بتاعته، عرفنا انه منتظم. المعلومه الثالثه ودي الاهم، لازم يجي بعده مفعول يا مستر. فعل ريز ده لازم يجي بعده مفعول. اقول مثلا ريز ماني يجمع فلوس، ريز شيب يربي خرفان، ريز اي حاجه بس بمعنى المعاني اللي انا قلتها لك دي، يربي، يجمع. خلاص طيب، بس بيجي بعده مفعول. بص كده، I asked my teacher to raise his voice as I couldn't hear him. انا طلبت من المدرس raise، هنا معناه يرفع صوته. لاحظ ان his voice مفعول، يرفع صوته. ايه ده؟ يبقى هي ريز صح الصراحه. ريز هنا صح لان ريز جه بعدها مفعول ومعناه يرفع. اشكرك يا مستر. بص المثال الثاني، many shops have raised their prices. محلات كتير رفعوا اسعارهم. مستر قال ان ريز معناه يرفع فعلا، بس بعدها فعلا في مفعول اهو، يبقى احنا الصح كده خلاص، احنا كده صح. ريز بيجي بعدها مفعول ومعناه فعلا من ضمن معانيها معناه يزيد. farmers raise sheep. الفلاحون عشان بقى ترجمها، الفلاحون بيربوا خرفان. ماشي، يجي بعدها مفعول. اخر حاجه the charity in our city raises money. الجمعيه الخيريه بتجمع فلوس، يجي بعدها مفعول. كده ريز، شكرا على كده. دي ريز يبقى خلاص. ريز معناها يجمع، يزيد، يربي. عندنا برضو يرفع، بس يجي بعدها دايما مفعول. وخلي بالك انها منتظمه، بحط ايدي في الاخر. شكرا، دي تمام كده. بعد كده عندنا رايز. رايز معناها تشرق للشمس او تزداد او ترتفع او يستيقظ. الماضي منها روز، التصريف الثالث ريزن، بس تصحى. دي ما يجيش بعدها مفعول. هنا التركايه بقى، رايز يا شباب لا ياتي بعدها مفعول. رايز اللي هي معناها تشرق للشمس ويستيقظ. وبرضو عندنا تزداد او ترتفع، الماضي منها روز والتصريف الثالث ريزن، دي ما بيجيش بعدها مفعول. طب بص كده، the sun rises in the east. الشمس بتشرق من المشرق. هل في هنا مفعول؟ لا. سيلز روز، هنا الماضي بقى اللي هي يعني الاسعار روز ارتفعت by 20%، يعني ب 20%. هل في مفعول؟ لا مش مفعول. I usually rise at 7، دايما بستيقظ الساعه 7. هل في مفعول؟ لا. فالفرق ما بين الاثنين اعتقد واضح يا شباب. تكون عارف المعنى، تكون عارف التصريفات بتاعتهم. يعني ريز خلاص، ريزد اللي هو بقى رايز، روز، ريزن، خلاص عرفنا التصريفات. ده ليه معاني وده ليه معاني. ريز بيجي بعده مفعول، رايز ما بيجيش بعده مفعول. خلي بالك من الحاجات دي كلها. طيب هل كده يا مستر اعرف احل على الحوارات دي؟ تعالى كده معايا. يا نهار ابيض، بص كده معايا على السؤال ده، لان هم دول هتختار لا اما ريز لا اما رايز. الحاجات الثانيه اراوز والكلام ده لسه ما شرحتوش، فمش هتختاره اصلا. بس انا جبت لك عشان اكد لك على المعلومه اللي انا لسه شارحها دلوقتي. تومز داد دايت. ابو توم يا شباب مات، الله يرحمه. leaving his mother to كذا 3 sons alone. اراوز ما خدناهاش خلاص، سيبك منها. ارايز ما خدناش، سيبك منها. رايز ولا ريز؟ اتفضل كده. المستر قال لي ان كلمه ريز كده بيجي بعدها مفعول، حتى لو انت مش عارف معناها. ورايز ما يجيش بعدها مفعول. كده يا مستر، دي مش هاخدها لان انا متاكد ان انت ممكن تكون ناسي اصلا رايز يعني ايه وريز يعني ايه. عادي مش مشكله. بس كده بعدها 3 sons ده مفعول، واللي بيجي بعدها مفعول هي دي بس. تبقى عارف بقى بعدها ان دي معناها يربي. يبقى ابو مات سايب والدته بتربي 3 اولاد. فريز دي اللي بيجي بعدها مفعول، اللي هي حروف 5 يا شباب في المصدر، عشان لو انت نسيت في الامتحان بس معناها يربي. تمام. بعد كده house prices، اسعار البيوت rapidly last year. عايز اقول لك يعني سعر البيت ازداد سريعا جدا السنه اللي فاتت. سيبك من aroused
وسيبك من ريفايز اخر واحده دي، خلينا في اي وسي. اتفضل. المستر قال اللي هو معناه يزيد اسمه رايز، الماضي منه روز. خلاص اهو، حتى تكون عارف ان هو مش بيجي بعده مفعول. هل في مفعول؟ لا، ده ظرف، ده خلي بالك مش مفعول ولا حاجه. فكده كده ده اللي صح مليون في المية. فهمت انت الفرق ما بين ريز ورايز والكلام ده؟ حلو. في بقى افعال تانية يا شباب اللي هو اراوز وارايز، هنعرفها سريعا كده. ان كلمه اراوز برضو منتظم، بحط اي دي عادي خالص، بيجي بعده مفعول، بس ده المعنى يثير يا شباب. يثير بقى اهتمام، يثير شك، غضب، مخاوف، فضول، تعاطف، بس بيجي بعده مفعول وبمعنى يثير. هنا الراجل بيقول لك his strange behavior aroused my suspicion. ماشي خلاص، يعني اثار، هنا جه بعدها مفعول. اما كلمه arise اللي معناها ينشئ او تنشا، ما يجيش بعدها مفعول. الماضي منه arouse والتصريف الثالث arisen. There are a lot of problems that have arisen recently، معناها نشأت. طب هل في مفعول بعدها؟ لا مفيش. فانت بتكون عارف الفرق ما بينهم، وبتكون عارف التصريفات بتاعتهم، وتكون عارف المعنى. شكرا على كده. ودي يا شباب ارقم افعال الثانويه. ارقم افعال الثانويه. طيب نخش دلوقتي بقى ايه على الباقي معانا النهارده. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معلش انا اسف ان انا قطعت عليكم الحلقه، ولكن في حاجه مهمه جدا جدا خاصه بطلاب اولى وثانيه وثالثه ثانوي. ايه يا مستر الحاجه دي؟ الكورس التاسيسي القوي جدا 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 يا ابطال بتاعنا السنه دي 2026، المنهج الجديد. ايه يا مستر الكورس ده وفيه ايه اصلا؟ الكورس ده يا شباب يشمل 7 حصص تقال جدا على فكره، مش اي حاجه. طب يا مستر بقى المحتوى بتاع الكورس ده، الحصه الاولى ابطال او المحاضره الاولى يعني خدنا فيها ابطال تاسيس الترجمه، بدانا مع بعض من الاول خالص بقى بالنسبه لموضوع الترجمه دي. الحصه الثانيه احتراف الترجمه، افكار صعبه وحاجات جامده جدا جدا تمشي معانا بقى في المنهج الجديد ده. الحصه الثالثه ابطال خدنا مع بعض القطعه بتاعه الفهم، عرفنا ازاي بنحل قطعه الفهم، الافكار كلها بتاعه الامتحانات. على فكره الكلام ده الاولى وثانيه وثالثه ثانوي، مش اولى ثانوي بس، لا ثانيه وثالثه كمان يستفيدوا من الكورس ده. الحصه الرابعه ابطال عرفنا ازاي بنكتب الايسي، المقال باحتراف بقى مش اي حاجه، اسسنا طلابنا وعرفنا بعد كده ازاي نحترف السؤال ده بافكار صعبه جدا. وعلى فكره يا شباب الموضوع ده معاكم طول السنه، الكورس كله ابطال معاكم طول السنه، مش مثلا شهر 8 ولا 9 ولا 10 بس، لا معاك طول السنه. اما اخر 3 حصص خدنا جرامر مع بعض. خدنا الحصه الاولى حالات اف، الحصه الثانيه خدنا الارتكلز، الحصه الثالثه خدنا الاسماء المعدوده والاسماء غير المعدوده. على فكره 3 دروس تقال جدا على فكره، ولازم اي طالب في الثانويه يكون عارف الدروس دي، لان كده كده هتاخدها معاك في اولى او ثانيه او ثالثه سنه. يا مستر ده الكورس ده جامد جدا بقى. طب هو بكام بقى عشان لو انا حابب اخد الكورس ده؟ الكورس يا ابطال عشان دفعه 2026 والطلاب اللي كانوا معانا قبل كده، وعلى فكره مش لازم يكونوا معانا يعني، الكورس ده يا ابطال 7 حصص بلس المذكره، كل ده يا ابطال ب 100 جنيه بس طول السنه يا شباب، مش شهر 8 ولا 9 ولا 10 بس، لا طول السنه. والكورس ده على فكره معاك من اولى لحد ثالثه ثانوي، لحد اخر يوم في ثالثه ثانوي. ايه ده يا مستر؟ يعني انا دلوقتي لو كلمت رقم الواتس هيديني المذكره ويديني ال7 حصص دول ب 100 جنيه بس؟ ايوه يا شباب، كلم رقم الواتس دلوقتي لو انت حابب تاخد الكورس ده. هسيبك دلوقتي مع الحلقه بتاعتك، وانا اسف ان انا قطعت عليك الحلقه. اتفضل. حلو قوي يا شباب، دلوقتي بقى نشرح مع بعض حروف الجر سريعا سريعا عشان نقرا النص بقى. يلا. عندنا مستر كلمه اسمها براود اوف، المستر قال اصلا بيجي بعدها اسم او اي ان جي، وممكن في براود تو بس بيجي بعدها مصدر. A center of سهله، a crossroads for سهله، a source of inspiration for مصدر الهام لي، across the deserts عبر الصحاري سهله، carries its past with it تحمل ماضيها معها، curve into المستر قالها لي. بص بقى هنا كلمه مهمه جدا، contribute to دي يا شباب لازم يجي بعدها اي ان جي. contribute to معناها يساهم فيه او يسهم فيه، لازم يجي بعدها اي ان جي او اسم. ما تقولش بقى مستر ازاي تو دي بيجي بعدها اي ان جي، عيب عليك بقى، انت لسه في الاعدادي، عيب عليك. contribute to على فكره في فعل كمان اهو، دي تو معناه يؤدي الى، ده برضه بيجي بعده اي ان جي. في كلمات كتير كده يا شباب اخرها تو بيجي بعدها اي ان جي. عندنا object to، look forward to، verb to be معاه used to بيجي بعد برضه اي ان جي بس يكون الفعل عاقل. اصحى معايا، في كلمات كتير اخرها to بس بتاخد اي ان جي، من ضمنها طبعا contribute to و lead to. طيب بعد كده make a contribution on او to، هنا شوف اسف يجي بعدها برضه اي ان جي، خلاص عرفنا، بس معناه هنا يقدم سهما لي. for example على سبيل المثال I see your point، انا عارف والله او فاهم وجهة نظرك. lead to المصدر قال لي معناه يؤدي الى بيجي بعد اي ان جي. one way to طريق واحد ليه. play a role يقوم بلعب دور. take pride in يفخر بيه. take turns يتبادل الادوار او ياخذ دور. the grand Egyptian museum المتحف المصري الكبير. travel along the Nile، وخلي بالك along دي مش along اللي انا بكتبها دي غلط، دي يا شباب قلنا مثلا ايه along way طريق طويل، فهنا معناها طويل. اما along اللازقه في بعض دي اللي معناها بامتداد او على طول يعني. بصوا بقى يا شباب لان الموضوع ده مهم جدا جدا معاك، لان انا عارف النظام الجديد ده يعني عامل مشاكل لناس كتير، ممكن يكون عامل مشاكل لناس كتير ومش عارفين ينظموا الدنيا وكده. دلوقتي يا ابطال مع طلابنا على الابلكيشن، عايزك تصحى معايا وتركز كويس قوي في كل كلمه بقولها عشان اعرفك بس النظام اللي هو هيخليك بص تمسك الانجليش ده تفرمه فرم كده. بص النظام الجديد اللي انا ما عملتوش خالص قبل كده. بص بقى
النظام الجديد يا شباب بيكون كالاتي. احنا النهارده مثلا عندنا جرامر الماضي البسيط مثلا، يعني بديك الماضي البسيط في فيديو منفصل لوحده خالص عن الحصه، عن البث المباشر. لاحظ ان احنا عندنا بث مباشر عشان الناس بتتكلم معايا والتفاعل والكلام ده. فالمهم يعني الجرامر بنزله لك يوم الحصه بعد الفجر، اللي انت بتصحى بقى براحتك تتفرج على الفيديو ده. بيكون معاك تقريبا لو اتفرجت عليه لما ينزل تقريبا 12 ساعه. بتتفرج على الحصه دي كويس جدا عشان لما تيجي معايا بقى في البث المباشر الساعه 6 مساء بنحل على الكلام اللي احنا خدناه الصبح ده، وناخد اسئلتك وتفتح المايك تتكلم معايا لو انت حابب الكلام ده. مش بفرض على حد حاجه، براحتك. وفي نفس الوقت لو انت مش عايز تفتح المايك بتكتب، بقرا كل حاجه. وفي تفاعل شايف الحصه من الاخر، اللي هو مش حصه ميته مسجله وخلاص، لا الحصه بتبقى تفاعل. وهو ده النظام الجديد، لازم تحل تتفاعل معايا. مثلا انت من ورا المايك بتتكلم مع نفسك في الاوضه دي براحتك، بس انت اعمل اي حاجه اتحرك معايا كده خلاص. وطبعا انا مش بكون بسامعك يعني لو انت في البيت مش سامعك، بس انا بقول لك يعني اللي هو في تفاعل كده يعني حتى من ورايا، يعني تفاعل، يعني اعمل اي حاجه، اتشقلب كده في الاوضه، اعمل اي حاجه. المهم فده النظام الجديد. بشرح لك الصبح الحصه بتاعتك لو عندك جرامر مثلا، نخش البث المباشر بنحل مع بعض، وفي تفاعل طبعا زي ما قلت لك، بناخد درس كلمات. الحصه اللي بعدها بنحل الواجب اللي احنا بتاع الكلمات ده. الحصه اللي بعدها بناخد الجرامر المتبقي وبعدين نحل عليه. طبعا بينزل بعد الفجر فيديو مسجل بجوده عاليه جدا. اما الحل بقى مش بيكون مسجل. فين التفاعل يا مستر؟ لازم يكون في تفاعل في البث المباشر. بنحل بقى مع بعض وبنسال بقى مستر ليه انت عملت كده. بتسال يعني بتسال براحتك، ممكن تسال على الواتس كمان عادي، مش مشكله لو انت مش عايز تسال في الحصه. نفس الحوار بنعمله مع القصه. الفصل الاول بينزل بعد صلاه الفجر مثلا، نزلناه خلاص اوريدي على الفجر. احنا خلصنا الوحده الاولى يا شباب للامانه، يعني خلصنا الوحده الاولى، فبنزلك الفصل الاول الصبح. تيجي بقى معايا في البث المباشر بنحل على اسئله القصه، وبناخد الحصه دي تحديدا اللي هي بيكون فيها القصه، بناخد سكيلز، ترجمه، قطعه فهم، كل حاجه بناخدها في الحصه دي بالنسبه للمهارات، مش القواعد والكلام ده، ما احنا دي حصص لوحدها. تمام. فالنظام ده بفضل الله يا شباب محكم جدا، يعني ناجح بنسبه 170% مع ناس كتير. اللي هو انا عارف اللي هو كان مستواه مش احسن حاجه، لا بقى جامد جدا. اللي هو لا مستر منظم، مش ممشاه كده يعني، لا الدنيا منظمه جدا الحمد لله، والحصص بتاعتنا جوده كويسه، فبتتفرج على كل الكلام ده. طب يا مستر معلش لو انا غبت مثلا في البث المباشر، هل كده خلاص الحصه راحت عليا؟ لا عادي، سعادتك بتتفرج على الحصه عادي مسجله، بسجلها عشان الناس اللي غايبه والكلام ده. ومعظم الناس على فكره اللي بيحضروا معانا بيحضروا مسجل، مش بيحضروا بث مباشر، مش عارف ليه، بس قشطه براحتهم يعني. فكده كده بنعمل اللي علينا عشان ربنا يوفقنا كلنا، ومجهودي ده ما يروحش على الارض. بسجل لك كل حاجه وبنزلها لك بجوده حلوه جدا، وبتسمع وكل حاجه يعني. خلاص ده النظام بتاعنا يا شباب السنه دي بتاع مستر محمود، عشان تكون بس عارف ازاي هتجيب الدرجه النهائيه. مش ان احنا يعني مركزين على الجرامر مثلا وبنشرح في الحصه وبنحل في نفس الحصه، سيبك من الكلام ده، في نظام احدث يعني بكتير من الكلام ده. خلاص بس حبيت بس ابين الحته دي يا شباب عشان الناس اللي سالتنا واولياء الامور طبعا اللي كلمونا قبل كده. يلا بينا دلوقتي نكمل الكلمات وناخد النص، يلا بينا. كلمه alive يا شباب معناها على قيد الحياه، هي living، هي breathing، خلي بالك معناها عايش. اما العكس يا ابطال كلمه اسمها dead، ميت او lifeless، بدون حياه. يعني بدون حياه يعني ميت. تمام. ancient old antique معناه قديم، الماضي modern ونيو. curve وشيب وكت معناه ينحت، خلي بالك. عكسها combine unite، يوحد، مش معناها بقى ايه يقطع ولا ينحت ولا الكلام ده. deep profound far down، عكسها shallow surface. essential necessary important معناها مهم، عكسها unnecessary optional اختياري مش ضروري. harmony انسجام coordination agreement، عكسها conflict صراع disagreement عدم اتفاق. historical past old قديم، عكسها modern current. بعد كده knowledge learning wisdom معناها المعرفة أو الحكمة يعني عادي، عكسها ignorance illiteracy أمية. national patriotic وstate معناها وطني، عكسها foreign وinternational أجنبي. بعد كده significant important meaningful، عكسها unimportant trivial تافه. united together joined، عكسها divided separate مقسم أو منفصل. تعالى كده معايا بقى نقرأ النص، للأمانة لازم يتقرأ عشان القطع والكلام ده. يلا بينا يا شباب. أول حاجة يا أبطالنا يا حبايبنا، الراجل هنا بيقول لي Egypt مصر، تحيا مصر يا مستر. مالها بقى مصر؟ هقول لك دلوقتي. is a land with a heart that has been beating for thousands of years. بقول لك مصر دي أرض قلبها بينبض، beating هي اللي احنا خدناها معنى ينبض، من آلاف السنين. ماشي يا عم ربنا يخليها. we are proud to call it our home. ده احنا فخورين جدا ان احنا بنسميها موطن. خلي بالك كلمه براود جه بعدها تو، جه بعدها مصدر. ايه ده؟ مش هي اسمها براود اوف؟ لا يبقى انت قدمت في الحصه، في تفصيل في الحصه مهم قلناه. براود تو بيجي بعدها مصدر، براود اوف بيجي بعدها اسم اي ان جي. نغير الكلام ده عشان مش عاجبني. تمام.
It's a place where the past and the present meet in harmony. هنا بقى بيقول لك دي الأرض أو ده يعني المكان حيث الماضي والمضارع بيتقابلوا بانسجام. كلمة in harmony بانسجام، بمعنى إن هو مفيش، عايز أقول لك يعني اللي هو زمان زي دلوقتي، اللي هو مفيش حاجة مثلا إيه اتغيرت ولا حاجة، عادي أرض جميلة والدنيا رايقة. Egypt has always played an important role in the world. مصر على فكرة يا شباب خلي بالكم لعبت دور مهم قوي في العالم. Our ancestors، مين ancestors دول يا مستر؟ اللي هم بنوا الحضارات دي. Ancestors أجدادنا يعني تمام. Our ancestors built one of the greatest civilizations in history. فعلا أجدادنا يا شباب فعلا بنوا يعني أعظم الحضارات في التاريخ. They give the world knowledge in writing, mathematics, medicine. إيه ده؟ يعني هم ادوا للعالم يا مستر معرفة في الكتابة والرياضيات والطب. أيوة. The hieroglyphs carved into temple walls weren't just beautiful art. يعني يا شباب اللغة الهيروغليفية اللي هي منحوتة في جدران المعابد ما كانتش بس عبارة عن فن جميل وخلاص، لا they were a way to record history. دي كانت طريقة كده عشان يسجلوا التاريخ. يعني هو أنا عايز أقول لك يعني الفراعنة أو أجدادنا يعني زمان لما كانوا بيكتبوا الكلام ده ما كانوش بيكتبوها اللي هو يعني منظرة، لا هو كان عايز يسجل التاريخ عشان ساعتك لما تيجي تعرف ان كان في ناس هنا عملوا الكلام ده. The Library of Alexandria once gathered knowledge from all over the world making Egypt a center of learning. بيقول لك مكتبة اسكندرية برضو واحدة من الحاجات العظيمة دي كان فيها معرفة وما زالت يعني يعني جمعت معرفة لكل ما خلت مصر مركز للتعلم. يعني جمعت معرفة من كل حتة في العالم وخلت مصر مركز تعلم. خلي بالك ساعتك من حاجة، مصر كانت a crossroads for trade. يعني كانت ملتقى طرق crossroads للتريد. Merchants traveled along the Nile and across the deserts carrying goods such as gold, spices, papyrus and grain. عايز اقول لك ان مصر بقى كانت crossroads يعني ملتقى طرق لدول كتير. الناس كانت بتعدي من عندنا يا شباب كده، يعني هو بيمثلها لك ان دي مصر يعني، وده مثلا واحد جاي مش عارف منين وده رايح فين تاني. فهو بيقول لك يعني ان هي كانت كروس رودز. التجار زمان كانوا بيعدوا منها محملين بقى البضائع بتاعتهم والتوابل، حتى تقريبا كانوا بيعملوا اندومي ولا مش عارف، وبابايرس ورق البر، دي حاجات زي كده. طيب التجار يا شباب وجرين الحبوب كمان. Our land was a bridge. أرضنا كانت كوبري where people met and exchange ideas. حلو، يعني أنا بقول لك إن الأرض بتاعتنا مش كوبري ولا حاجة، كانت صلة يعني يا شباب ما بين الناس بيتقابلوا وبيبدلوا أفكارهم مع بعض. Making Egypt a source of inspiration for many civilizations. الكلام ده خلى مصر واحدة أو مصدر إلهام. على فكرة يا شباب في حاجة اسمها source of inspiration for، مصدر إلهام ليه. احفظها كده على بعض. many civilizations لحضارات كتير، كانت ناس كتير جدا بتتعلم مننا كل حاجة زمان يعني. دلوقتي كده احنا عرفنا مصر زمان، تعالى بقى دلوقتي نعرف مصر دلوقتي بتعمل ايه. Today Egypt continues to grow. دلوقتي مصر مستمرة في النمو. Our cities rise with modern buildings while our historical monuments still stand with pride. عايز اقول لك يعني ان دلوقتي المدن بتاعتنا لسه يعني هنا عايز اقول لك ان هي لسه فيها المباني الحديثة دي، حيث الحاجات التاريخية الآثار التاريخية بتاعتنا لسه ثابتة بفخر. We are building new roads. دلوقتي بنعمل طرق، bridges، كباري and neighborhoods يعني مواطن سكنية أو أحياء سكنية يا شباب. That show the world our determination to progress. عشان نعرف العالم يعني الصراحة عزيمتنا في التقدم. From the pyramids of Giza to the Grand Egyptian Museum we continue to honor our history while shaping our future. يعني بقول لك بقى من أهرامات الجيزة لحد المتحف المصري العظيم لسه مستمرين يا مستر بنعمل حاجات كتيرة جدا للمستقبل أو تشكيل المستقبل بتاعنا. We take pride in، بنفخر بأور country، بدولتنا. Not only for its beauty، مش لجمالها ولا حاجة، but also because we understand the sacrifices of our ancestors. الناس بقى شو اللي كانوا فاهم انت الناس العظيمة دي. We work hard to make it greater for generations to come. والله يا مستر احنا بنشتغل جامد جدا على نفسنا عشان نخليها أعظم للأجيال اللي هتيجي. Every citizen has، وخلي بالك every دي بيجي بعدها مفرد. Every citizen has مش have. Every citizen كل مواطن has a role to play، كل واحد عنده دور إنه يقوم بيه. Protecting our heritage, contributing to our economy، يعني حماية التراث بتاعنا، المساهمة في الاقتصاد بتاعنا، and sharing our culture with the world، وإن احنا نشارك الثقافة بتاعتنا مع العالم. شباب حد فاهم النص ده؟ هو يعتبر شوف فكرتين مثلا أو ثلاثة، اللي هو يعني مصر زمان أيوة، وبيتكلم مصر دلوقتي، بس يعني هو كده بيتكلم عن مصر زمان كانت ماشية ازاي ودلوقتي ماشية ازاي. فهو بيتكلم عموما عن التاريخ
والبريزنت برضو، يعني بتكلم في الماضي والمضارع برضو. خلاص، فده الدرس اللي انا كنت لازم اقراه، مهم جدا 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 يا شباب. ده بالنسبه للدرس بتاعنا النهارده، الدرس الاول والثاني. الحصه اللي جايه هنزل لك الماضي المستمر اللي هو الجزء الثاني من القواعد ان شاء الله. وفي حاجه مهمه برضه، لو انت ما خدتش الكورس التاسيسي معانا لحد دلوقتي حرام عليك حرفيا، لان في 3 وحدات من المنهج الجديد: الارتكلز، الاسماء المعدوده وغير المعدوده، وعندي حالات اف. كل ده في الكورس اللي هو بسعر الرمز جدا 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 يا شباب. يعني خد الكورس ده، هيظبط لك الترجمه، هيظبط لك الترجمه والقطعه، وهظبط لك المقال، وهظبط لك الجرامر اللي هو عندك في المنهج. 3 وحدات كنا منزلين قبل المناهج والحوارات دي كلها، وبفضل الله الدنيا كانت ماشيه كويس، والتوقعات قوي يعني مش توقعات، توفيق ربنا كان جه كويس ان 3 وحدات في الكورس اصلا وبسعر الرمز جدا جدا جدا. على فكره كلم رقم الواتس لو محتاج الكورس ده وذاكر الكلام ده، هتلاقي فارق معاك بشكل فظيع جدا جدا. خلاص، اشوفكم ان شاء الله ابطال الحلقه اللي جايه على خير، وافتكر الانجليش ايزي بس محتاج مذاكره شويه. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.